عزيزي العميل، المتضرر من حكم المباراه اللجوء الى القضاء او اطلع الدور الرابع يا معلم عند مدام عنايات، قدم مذكره كده وقدم شكوى، وان شاء الله هنبص لك فيها، بس بالعكس بعد ما تكون خرجت الملوخيه. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يس. هو الدوري ده بيناديني ولا ايه؟ الدوري ده بيناديني ولا ايه؟ عامل ايه بقى؟ تمام، بالراحه كده وتعالى لي واحده واحده، عشان انت هتقعد تقول لي حكم المباراه وضربه الجزاء والحكم ظالمني. يا معلم، وانت لما تلاقي حكم بيحسب عليك فاول لو لاعب النادي الاهلي كسر المدافع او الخصم بتاعك، ده حكم وحش؟ لو الحكم اللاعب بتاعك اتمرقع وما لعبش راجل، وقع ومثل في الكوره سواء جوه المنطقه او بره المنطقه والحكم ما صفرش، فده كده حكم ظالم؟ سيب بقى العك اللي كان عامله المدرب بانه رميل اشرف بن شرقي اللاعب الوحيد اللي عنده كرياتيفيتي في ناحيه الهجوم، انه ممكن يعمل لك كره خطيره ويوصلك للجون، رمي على عدل غير عدلته. سيب بقى المدرب اللي لاعب لي باثنين مدافعين اصلا، الاثنين نص لب، بس الاثنين احلى حاجه فيهم ميزه فيهم ان هو بيعرف يطلع بالكوره. يا معلم هو مش هيضغط عليك الخصم عشان تطلع لي بالكوره حلو. عندك ياسر ابراهيم مصاب بيلعب عمرو الجزار، واحد دستروير جامد، واحد ما عنده دماغ، لكن الاثنين عندهم دماغ بس الاثنين ما فيش. يعني انا بلعب بالكوره حلو بس الاثنين ما بيعرفش يدافع. سيب بقى كل العك ده، سيب محمد الشناوي اللي ما بيعرفش يمسك الكوره، سيب احمد عيد اللي كارثه في الدفاع، سيب العك كده كله امسك. اصل حكم المباراه حسب عليا فاول قبل منطقه الجزاء وكان المفروض ما يحسبهاش. ما يحسبهاش ليه؟ عشان انا النادي الاهلي. حكم المباراه ما حسبش ضربه جزاء عشان مروان عثمان الواد كح في وشه فوقع. يا معلم لا، كره القدم للرجال. بتتفرج انت بقى على كره القدم حريمي، دي حاجه ترجع لك مش بتاعتي. وشفت الواد مصطفى شلبي؟ شفت الكوس والسهم اللي عملها ابني يا جدع؟ ابني ومتربي يا راجل، قعدت عندي 5 سنين ولا 4 سنين ما عملتش كوره زي دي، بس انا مسامحك. انا مسامحك وراضي عنك. روح قلبي وربي راضيين عنك ليوم الدين. شوف كل اللي عملته فيا والليزر والهري اللي عملته فيا ده لما كنت عندي. مسامحك، مسامحك على كل مليم خدته، مسامحك على كل حرقه دم حرقه دم. يا راجل اسكت، ده انت حبيبي يالا، ده انت حبيبي وابن حبيبي وقرايبك حبايبي. بس انا بسمع لها كده. والله الواضح كده يا رجاله ان الدوري ده بينادي الزمالك، بيناديني كده بيقول لي بقول لك ايه، عندك مشاكل، عندك قيد ايقاف قيد، عندك بلاوي. يا راجل اكسب دوري، يا راجل اكسب دوري، اكسب. يعني لو كسبت بكره كهرباء اسماعيليه يبقى فارق عليا بنقطتين. مرحب عرجاني، مرحب تاني. عاملين ايه؟ وحشتوني. والاهلي وحشني والزمالك وحشني. الاهلي وحشني لما يخسر نقط واشوف صياح الجماهير بتاعته. اه يا جماعه بالراحه بس عشان نتكلم انا راجل زملكاوي. انت مش من حقك يا اهلاوي تشتمني، وانا مش من حقي اغلط فيك عامه. ما حدش من حقه انه يغلط في حد. انت من حقك ما تتابعنيش، لو مش عاجبك كلامي ما تتابعنيش. انما انت عايزني اطلع اطبل لك او اطلع افرح الاهلي كسب، اطلع ازعل الاهلي خسر؟ انت كده مجنون، ده كده في حاجه غلط في دماغك. انت اكيد مش هتفرح لو الزمالك كسب. دي نقطه من اول السطر. تمام، ده خسرنا ان احنا بنلعب في الدوري، احنا مش بنلعب مكابي تل ابيب. انا اكيد هفرح لو الاهلي خسر نقط، اكيد هفرح لو الاهلي خسر وانا كسبت. انما انا اتكلم في الفيديو اللي فات والاهلي هيخسر امتى والاقي الناس بتشتمني وبالاهل يا انتوا مجانين. انا مش هسكت لك. انا اليوتيوب ده مش بيدخل لي ملايين ومش بيدخل لي حاجه اصلا. مش انا عامل اليوتيوب ده عشان انا حابب اعمل الفكره دي. القناه دي اسمها محمود جبيل يعني بتاعتي، فانا حابب اتكلم فيها على اللي انا عايز اتكلم فيه. فانت مش من حقك تغلط فيا يا صاحبي. اعترض، حقك عادي. قول لي انت غلطان في كذا وكذا وكذا، حقك عادي، هقبلك ونتناقش. انما تغلط ليه؟ هو انت مجنون؟ هو انت لازم اطبل لك؟ اركن ده عشان دول الناس اصلا تحت رجلي ما لهمش لازمه، اللي بيغلطوا دول، واللي بيغلط انا بغلط فيه عادي، ما عنديش مشاكل. بص يا صاحبي، النادي الاهلي النهارده لعب باربعه في خط الدفاع. الاربعه بتوع خط الدفاع اصلا لا يمتوا خط الدفاع بصله. احمد عيد ده كلنا عارفين من ايام ما كان في الزمالك انه زي الزفت دفاعيا، زي الزفت. ما بيعرفش يرفع على فكره، بيعرف يلعب اوت كويس، لكن هو كرفعه ما هيدكش رفعه. تمام، يعني محمد هاني بالنسبه لاحمد عيد ده داني كارفخال مثلا. طيب الدفاع هو ملط دفاعيا، ملط. لو بصيت في تغطيه الهدف اللي جه، يا راجل الكره مرفوعه في مستوى سره اللاعب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتلعب الكره بركبتك، نكشه بسيطه من مستوى شلبي جون. احمد نبيل كوكا، هو انت بقالك مثلا 150 سنه من اللا كوكا، ملوش لازمه عادي يعني. راجل كده موجود بيلعب ماتش الزمالك بيحط بزيره في جيبه وخلص الموضوع. الاثنين في الاثنين في خط الدفاع. انت يا عم يسترب، عندك ياسر ابراهيم مصاب، عندك واحد زي محمود الجزار، لا راجل بيلعب عارف انت، انا مدافع عفياجي، انا هطلع على الكره العاليه واخدها، انا هعمل فاول لو الكره عدت، انا هخش بجسمي والتحم. ولاعب جنب واحد زي ياسين مرعي بيلعب بعقله بيطلع بالكره صح. خصوصا ان انت بقى البنك الاهلي مش هيضغط عليك من قدام، مش هيضغط عليك نهائي. انت اخترت الحل السهل بالنسبه لك. انا هلعب باثنين القدام اللي عندي، بس في مشكله، الاثنين دول بيلعبوا برجلهم كويس بس ما يعرفوش حاجه عن الدفاع. فانت كان عندك كل كوره بالبنك الاهلي على مرماك خطيره. نختلف او نتفق، هي كل كوره على مرماك خطيره،
محمد الشناوي يا جماعه خلاص هو عنده مشكله، زي ما قلت لك هو تقريبا هيحصل روتيشن، مصطفى شوبير في افريقيا ومحمد الشناوي في الدوري. عشان كده بقول لك انا مطمن على الدوري. محمد الشناوي يا جماعه عنده ازمه ثقه، وازمه الثقه دي وصله من جمهور الاهلي اكتر من اي جمهور في مصر، وده حلو. انا يا باشا كمل موت في لعيبتك، اطحنهم، انا ما عنديش مشاكل، انا فرحان بكده. بس اللي انا بتكلم فيه، انت لعبت في نص الملعب بمروان عطيه لوحده. انا بقالي اكتر من 3 4 سنين بشوف الاهلي بيلعب ب 2 6، مروان عطيه وديانج، مروان عطيه واحمد رضا مثلا بس يرجعوا ورا، مروان عطيه وفلان، مروان عطيه وعلان. النهارده الماتش الوحيد اللي لعبت بواحد 6 يا راجل، ده البنك الاهلي بيلعب كوره على الارض. يا راجل ده لاعيبه البنك الاهلي بتلعب كوره في منطقه جزاء البنك الاهلي ويقسم 1 2 3 وكأن مهاجمين الاهلي دول خيال مآتة. الماتش كان محتاج 2 6. ليه؟ عشان انت لعيبه البنك الاهلي بتلعب كوره على الارض. لعيبه البنك الاهلي بتطلع تدريجيا بالكوره، ما بتطفش، ما بتشلتش. لا، لعيبه واثقه من نفسها. كابتن ايمن رمادي محفظهم لعب كويس، كابتن ايمن رمادي محترم طبعا على دماغنا. الناس بتلعب لعب كويس، بيطلع بالكوره من على الارض واحده 3 3 خط العتبه. فانت كنت محتاج 2 6 يفسدوا هجمات البنك الاهلي. انت اخترت ان انت تلعب واحد بس 6، ولعبت محمد علي بن رمضان البالونه الاكبر من زيزو. يعني انت عندك بالونه اسمها زيزو، انتوا اللي طلعتوها عليه مش بتاعنا. عندك محمد علي بن رمضان ده بالونه اكبر. طب ليه؟ محمد علي بن رمضان يا جماعه منتهي، ده مش لاعب كوره. لا لا، فكك فكك يا باشا، اللي عايز يعارضني بقى يجي لي في الكومنتات يعارض بعض. محمد علي بن رمضان يا جماعه مش لاعب كوره، هو خلاص بقى بطيء، ضعيف، البدني بتاعه صفر، تركيزه في الملعب صفر، احساسه بالمكان بتاعه نفسه صفر. عشان تطلع الكوره من رجله هتطلع صح لو اللاعب جنبي، انما اطلع كوره طويله صح، العب كوره الثانيه في الشوطه اللي زي اللي عملها تريزيجيه دي صح، مفيش. بن شرقي، انت عندك بن شرقي هو اللاعب الوحيد في خط الهجوم كله اللي عنده نبذه ان انا ممكن اعمل كره صح بطريقه خطر. تريزيجيه بيعمل كوره صح كتير بس مش بطريقه خطر. تمام؟ ليه رامي اشرف بن شرقي طول الوقت يمين؟ حتى لما نزل حسين الشحات، حسين الشحات احنا عارفين انه بيلعب يمين، مش بيلعب شمال. رميت حسين الشحات شمال وبن شرقي يمين، انت يا معلم كده في لخبطه. العيال الكوره بتيجي تحت رجلهم، المخ بتاعهم مش عارف يدي اشارات للرجل انها تعمل حاجه صح، بيلخبطوا لان ده مش مكانهم، لا ده مكانه ولا ده مكانه. طب ما تعمل كده، اعمل سويتش بسيط، هتلاقي ده اداك انتاج وده اداك انتاج، انتاج كتير انتاج قليل بس في انتاج في الاخر. انما الاثنين في عكس اماكنهم، لا ده بيديك انتاج لا قليل ولا كتير، ولا ده بيديك انتاج لا قليل ولا كتير، لا صح ولا غلط. تريزيجيه اللاعب الوحيد في الاهلي اللي لعب النهارده بروح وموت نفسه على كل كوره كان تريزيجيه، ومروان عثمان اللي قدام هو بس اقل من النادي الاهلي ككواليتي، بس مش هيجي له هنتكلم عنه بعدين. تريزيجيه يا جماعه ده راجل لعب في الدوري الانجليزي، الدوري التركي، الدوري القطري، اغلى لاعب في الدوري المصري بياخد فلوس مقارنه مع زيزو طبعا، مناصفه مع زيزو، اعلى لاعب قيمه تسويقيه داخل مصر، والواد بيموت نفسه على كل كوره. تختلف او تتفق مع الامكانيات بتاعه تريزيجيه في الفينش، خلاص هو الارتو دي بتاعته خلاص حفظها مش هيعمل غيرها، جت ما جاتش مش هعمل غيرها. لكن تختلف او تتفق هو اكتر لاعب بيدي روحه للاهلي في الملعب، بيدي روحه، هو بيموت نفسه عشان الاهلي يكسب. الواد بيموت نفسه حرفيا، والله العظيم بجد. انا تريزيجيه ده برفع له القبعه وبكن ليه كل الاحترام. راجل مجتهد مؤدب، لا عمره غلط فينا ولا عمرنا غلطنا فيه، لا عمره نكش الجمهور، بيموت نفسه على كل كوره، جت ما جاتش معاه خلاص ده توفيق ربنا، هو راجل بيعمل عليه وزياده. والجون اللي جابه النهارده هو مكافاه من ربنا ليه على اجتهاده، على اجتهاده فعلا. الواد مش بيلعب بالشوكه والسكين، الواد بينحر نفسه كانه لسه بيثبت نفسه، كانه لسه ناشئ، ما شاء الله عليه. مروان عثمان اقل من الاهلي بشويه، هو بيجري بيعمل اللي عليه، بيعافر، بيحاول يموت نفسه على كل كوره، بيحاول ينتج، بيحاول يثبت نفسه ويقول يا جماعه انا موجود، بس هو كامكانيات اقل من النادي الاهلي. ممكن لو لعبته جناح اللي هي لعبته الاساسيه يديك، يعني انت اصلا مروان عثمان ده لما تابعته في سيراميكا كان الراجل ده جناح، ممكن لو لعبته جناح يديك، هو كمهاجم مش بتاعته، مش بتاعته يا جماعه، مش هو مش المهاجم. كانوش ده يعني خلاص ما حدش ينفع يقيمه دلوقتي ولا يعترض على الكره اللي ضيعها، وما تحطش ضغط عليه، هو لسه اللاعب لاعب اول ربع ساعه ليه في حياته معاك. اكيد الاجواء مختلفه، ارضيه الملعب مختلفه بالنسبه له، الطقس مختلف بالنسبه له، لسه ما اتعودش على لعب اللعيبه، لسه ما اتعودش على تحركات اللعيبه، لسه اللعيبه ما اتعودتش عليه، فما تعترضش عليه دلوقتي، لسه سيبه، اديله دعم لسه معاك 4 شهور وبعد كده يرجع لفريقه او تشتريه لو اثبت نفسه. لكن ما تقارنوش باسامه ابو علي من دلوقتي، اسامه ابو علي يا جماعه لعب معاك اكتر من سنه ونص، الراجل كان بيطلع نار من بقه بشماله ماشي، يا راجل ده جاب في كاس العالم هاتريك مثالي برجله يمين برجله الشمال بدماغه، فاولات ماشي، هد ماشي، برقص ماشي، بحط رجلي ماشي، بحط جسمي ماشي، فمش كل مهاجم هتجيبه هتقارنه باسامه ابو علي، فانت كده بتخسر كل مهاجم بتجيبه. حلو وحش انت بتخسره. مبروك 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 للنادي الاهلي النهارده انه طلع بنقطه، لان لعيبه البنك الاهلي لو كان عندها
مش تركيز، لو كان عندها توفيق كان الشوط الاول طلع 2 3-0. سلام.